في فيديو النهارده بقى هقولك على 3 أماكن موجودين في اسكندرية ينفعوا للفطار، فيلا بينا بقى نشوف أول واحد. نيجي بقى لأول واحد معانا وهو كبدة الحرش، وهو موجود في محطة الرمل جنب السينما بتاعت راديو على طول. والكبدة عنده كويسة، يعني دي كانت أول مرة أجرب كبدة كويسة كده، وسعر السندوتش 7 جنيه. كمية الكبدة كويسة في الرغيف وما كانش مزيت، وكمان ما بيحطش فلفل على الكبدة، الفلفل بيخليه بره كده هو والليمون. فطعم الكبدة كانت مستوية كويس، كمية الزيت قليلة، فطعم الكبدة كويسة. فده هرشحه لكم بقوة يعني. هو كبدة الحرش مش معروف في اسكندرية قوي زي أماكن تانية كتير، بس يعني لما جربت الكبدة ورحت تاني مرة بعديها، برضه هو نفس الطعم ونفس العيش كان فريش برضه طازة. فيعني يستاهل التجربة. وخلينا نخش بقى على تاني واحد معانا، وهو تاني واحد ده بقى معروف جدا في اسكندرية، وهو حلواني عيسى، وموجود في الأزاريطة قدام بوابة طب الأسنان. سعر الفطيرة ديت عامل 8 جنيه. حاجة من الحاجات البسيطة كده اللي ممكن تبدأ بيها يومك، يعني حاجة خفيفة كده تبدأ بيها يومك لو انت مش عاوز كبدة، أو عايز حاجة تبقى خفيفة كده معاك. يبقى عليك على الفطير من عند عيسى. الفطيرة بتطلع لك سخنة يعني، بتتعمل قدامك وبيحط لك عليها كمية سكر يعني كتير جدا. طعم الفطيرة كويس، يعني ده من الناس اللي أنا اديتها 10 من 10 في كل حاجة. طعم الفطير كان كويس، سخنة هتدفيك بقى في اليومين الشتا اللي احنا فيهم دول. ونيجي بقى لتالت واحد معانا في الفطار، وده بقى برشحهولك بقى وبقوة، وهو عم زغلول. وعم زغلول عنده سيرفيس فرد واحد ب60، سيرفيس فردين ب80، وممكن كمان تاخد تيكاوي، وفي شغال سندوتشات. السيرفيس الفرد واحد بيبقى فول وبطاطس مقلية، بتنجان، جبنة قديمة، بطاطس بالمايونيز كده هو بيعملها، طعمها جامد. وعم زغلول بقى اللي ما يعرفوش، فهو برضه موجود في الأزاريطة جنب برضه حلواني عيسى كده في الشارع اللي في وشه على طول. الفلافل بالجبنة دي عنده اختراع، يعني حاجة من الحاجات اللي هتبسطك قوي عنده. وطعم الفول كمان كان يعني متحبش كويس ومتظبط. البطاطس بقى بالمايونيز دي طعمها جامد، وما دقتهاش عند حد كده، فطعمها كان كويس وتجربة كانت كويسة وهتعجبك ان شاء الله. فعم زغلول يعني واحد من الاماكن اللي هتسد معاك الجوع وهتقفل معاك اليوم كله، يعني وجبة فطار هي كفيلة ان هي تظبط اليوم كله. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسانيش في لايك للفيديو واشتراك في القناة، وقولولي اجرب ايه الفيديوهات الجاية، وسلام.